بسم الله، السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد مع شي سيدات الدار. كيف نتوما المشاهدين ديالي العزاز؟ كيف نتوما؟ بخير على خير، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وكما كتشوفوا اليوم غنشارك معكم هذا الفقاص اللي كان تحت الطلب. هذا الفقاص البنات كيجي كيحمق مع نتوما كتشوفوا مقطع في ساعته ورقيوق ومقرمل وكيبقى بالتقرمشه ديالو شحال ما بقى، والطريقه ديالو ساهله. لهذا قلت هذه، ولكن وقع لي واحد المشكل غير خليوها على الله. كان عندي نهار د الحرق، تحرق لي القياس الأولي والقياس الثاني، لأن عملت جوج د الأنواع. نتمنىكم تجربوها البنات، وراه جربوها بعض الناس واللي عطيتهم غير شافوها، غير شافوا التصاور وطلبوا لي الوصفة وجربوها وجاهم غزال، وكنقول لكم كيبقى مقرمل غزال. نتمنىكم تكملوا الفيديو حتى الآخر، ونتمنىكم تجربوها وتردوا عليا الخبر، وخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير، القياس اللي عملته البنات، عملت أنا نُص القياس، وأنا غنعطيكم قياس مدوّن، نتوما بغيتو ضاعفوا المقادير. بالنسبة لهذا الطحين، عندنا 300 غرام د الطحين، عندي واحد 150 غرام د الزبدة، عندي كيس فانيلا، عندي نصف ملعقة د الخميرة د الحلوى، عندي 6 د المعالق كبارين د الزيت، عندي 150 غرام د السكر سنيدة، عندي 6 معالق د المزهر، عندي 300 غرام د الكركع، الجوز البنات. المهم في هاد القصعة كما كتشوفوا عملت داك الزبدة، أنا حكيتها حاولت نحكها هيدا، ولكن أنا قلت لكم فاينية. اللي ما بغاش يعمل فاينية، أنا ما عملتش فاينية، أنا عملت المذاق د الناتا. نتوما بدلوا، هذا كيبقى الاختيار ديالكم نتوما. صافي، حكيت داك الزبدة في داك، لأن حكيتها باش اللي على حسب نتوما كتشوفوا الحال بارد وهذا، الزبدة ديالنا ما كتبغيش تذوب. صافي عملت داك الزبدة، عملت السكر، حكيتهم بعضيتهم مزيان، من بعد زدت داك 6 المعالق د الزيت وداك 6 المعالق د المزهر مع بعضيتهم. عاود كنهدكو داك العناصر يهدكو النقوم يذوبوا. هاد الفقاص ما كيديش البيضات، بالحق ما عندي ما نقول لكم. إلا جربتوه تبقاو دقيوه كيجي مزيون، كيبقى مقرمل. صافي، صافي نعمل داك المعلقة د هذا داك النهكة د الناطا. أنا كتعجبني هاد النهكة د الناطا، نتوما يمكن عملوا فاينية، أنا قلت لكم فاينية. صافي بعد ما جمعنا، صافي عملت الطحين، جمعت كلشي، عملنا الطحين، عملنا الخميرة. بالنسبة للخميرة أنا قلت لكم هذا نص باكية، ما يعادل داك 5 غرام د الخميرة. صافي أنا ضفت داك الكركع. حاولوا نتوما واخا ديوه غير هايدا في المقيلة فتيوته باش هادكو، ما عمركم ما تعملوا الكركع هيداك بارد، وقطعتو طريفات ماشي طحنتو، قطعوها بالموسى البنات، قطعوها بالموسى هيدا. صافي دخلتو في هاد العجينة. صافي دابا غنطلق داك الحربول هيداك الطويل مزيان، وغادي ها نتوما كتشوفوا كيف جاو مزيون. صافي غنطلق داك الحربول باش ندخلوها الفران ديالنا. صافي كندهن الطاولة د العمل بالزيت. كيما قلت لكم أنا عملت غير نص القياس، أنا عطيتكم القياس مضوب. صافي وغنطلق هاد الحربول هيدا مزيان، وغندهنو بالبيضات وندخلو للفرن. غنطيبو نص طياب، نص طياب البنات. وانا عرفتو طيبتو وخرجتو في ساعتو، قطعتو، ما تهرسني ما والو، باش هو مزيون. هاد الفقاس كيتقطع سديت، وقطعتو رقيوق بزاف صغيور. صافي ها نتوما كتشوفوا انا غادي ندهنو دابا بالصفار د البيضه. ها نتوما كتشوفوا غندهنو هيدا مزيان، كنحاول نقلبو عاود ندهنلو التحت ديالو باش كنلبسو هيدا مزيان. صافي بالنسبة للفرن ديالي، عندي مشعول على 180 درجة من الفوق ومن التحت. صافي غندخلو، ما غنخليش يتحمر، غير نص طياب ونخرجو. صافي ملي غندخلو الفرن هادي دغيا غادي نخرجو. دائما كنحاول نتقب انا هيدا الفقاس باش ما كيطرطقناش.
كنحاول نشبر واحد الباليو هيدا وكنتركيو هيدا نثقبوه صافي كنعملو البيض كندخلوه ها هو بعد ما طاب نص طياب. دابا غنخليه يبرد في ساعته غنقطعو ما غنخليه غير يبرد في تيوتا. ها نتوما كتشوفوا السر اللي مزيون في هذا الفقاس هو كيتقطع رقيوق كيجي رقيوق مكرمل وما خلى لي لا كوسر لا والو. شنو الله ينعش الشيطان سبحان الله نهار الحرق حرق كما قلت لكم حرقت هذا القياس هذا والقياس اخر. صافي داك الحبيبات اللي وريت لكم هذاك اللي زولت منه صافي كنقطعوه. المهم منين تجيو تقطعوا الفقاس دائما تشوفوا الموس د السنان الموس السنان داك الموس اللي مزيانين هادو حنا النسبه حنا عندنا كيتباعوا 3 دراهم. انا الصراحه مزيونين كيقطعوا هيدا المسائد الحلوى الملفي شي حاجه كيقطعوها هيدا مزيونه. هاد المواس هذا صافي قطعتو هادي دابا غندخلو الفران نعاود يتحمر صافي باش نبداو في القياس في النوع الثاني اخر. هانتوما كتشوفوا كيف تحرق الحق واخا تحرق جا مزيون البنات الله الا جا كيحمق الا واحد تكرميله فيه واحد المذاق فيه جا كيحمق. بالنسبه لهذا الفقاس هذا الفقاس المعتمد البنات. هذا الفقاس هذا كيجي غزال الا اعتمدتوا على القياس. شحال من مره انا نزلت ولكن هذا شوف القياس الفقاس البنات الا بغيتوا الفقاس يجيكم مزيان مشيو قياس واحد. ما يقول لكمش شي واحد الحليب عمره ما كيكون في الفقاس. الزبده عاود ماشي حقا كيجي واحد النوع اخر. اما الفقاس الحقيقي اللي معروفين به حنايا بالنسبه لنا الشمال وكيجي مقرمل كيجي هذا هو القياس هذا. طاسه بطاسه طاسه البيضات طاسه السكر طاسه الزيت. الطاسه اللي كتعبروا بها البيضه تعبروا بها السكر عبروا بها الزيت باش يجيكم الفقاس مجعب ويجيكم مكمل. هذا الفقاس ديالنا حنا الاصيلي صافي كنوضو شنو كنخلطوا السكر مزيان مع الفقاس جيدا. من بعد عاود كنزيد هانتوما كتشوفوني كنزيد القياس الزيت نيت اللي عملت السكر عاود كنمشي لنفس القياس صافي غنخلطو غنعمل فيها هذه الفواكه. انا الفواكه هذه يابسه هاد الفواكه عملتها بالحق قطعوها ستيتوها حاولوا الا كانت كبيره قطعوها غير طريفات هيدا وعملوها صافي كيجي مزيون. عاود بالنسبه للعير كيعجبهم هذا ما فيه زنجله ما فيه والو صافي. صافي دابا غنضيف الطحين وغنضيف هذا واحد الكيس د الخميره. دائما الفقاس ديالنا نخليوه عاود نخليوه ما يكونش قاصح. ما تقولوش راه الفقاس جانا ماشي هادي. ها نتوما كتشوفوا هادي من فئه 20 غرام صافي. ها نتوما كتشوفوا هاد القياس هذا وجا مزيون ما خلى تماما ما خلاش الكسر صافي. دابا عاود هانتوما كتشوفوا كنعمل داك الطحين كنخلي دائما انا العجين خفيف شي حاجه باش كنتحكم فيه باش ملي كنكونوا كنطلقوا العجين ديالنا ما كيقصحناش صافي. دابا صافي انا كملت صافي غنطلقوا حريبلات كما عملت الطريقه الاولى غنطلقوا عاود حريبلات غادي شنو هذا عطاني تبارك الله هذا عطى القياس بزاف. النسبه الفقاس باش يجيكم معاه مزيون تحاولوا تكون الصينيه ثقيله. هذه انا وريت لكم هذه الصينيه الانوكس لان شحال الناس كيبداو يقولوا الحلوى كتحرق لنا دغيا ولا هذا راه حتى الصينيه عندها دور. حتى الصينيه راه عندها ماشي دور عندها الدور الكبير. صافي كنعملوا الصينيه ديالنا كتكون مزيانه كنعملوا واحد بابي كويسو صافي انا عملته هيدا وخا القياس صغير عطاني تبارك الله الكميه صافي. هانتوما كيف كبر في الفران قداش عملت تبارك الله. هانتوما كتشوفوا قداش عملت الفران صافي دهنتو بالبيضه تشربتو بداك التينادور هيدا صافي غيخرج غنقطعو عاود نفس عاود نخليه يبرد غير في التيوتا ونقطعو الطريقه اللي كيفاش قطعت اخر صافي. بعد ما برد هانتوما كتشوفوا كما قلت لكم عاود كنقطعوه رقيوه. كنحاولوا ماشي النسبه للتقطيع شحال البنات دابا كيشبروا الفقاس ها فتي وتهود بالموس حتى للقاع ماشي غير ضربوا من الفوق وطيح الموس هذا ولكن الموس السنان صافي. ها نتوما كتشوفوا عاود دابا غير نص الطياب غندخلوا الفران عاود غادي نزيد نكمل عليه الطياب. والفقاس ديالنا انا وريتكم الطريقه ديالو كامل. نتمنىكم ما تنساونيش نتمنىكم بارطاجيو الفيديو تخليو التعاليق ديالكم وراني كنقرا التعاليق ديالكم كاملين
اقسم بالله كنقرا التعاليق، غير سمحوا لي ساعه ساعه كنتعطل عليكم، هادي راه كنقرا التعاليق ديالكم كما كدعيو معايا حتى انا كندعي معاكم. الله يجعل ربي كل واحد اللي كينزل شي حرف د التعاليق كيدعي معايا، الله يجعلو في حسنات ديالو. وهذا هو لا فيديو اللي كيدخل وكيشوف القناه ديالنا لاول مره يشترك معنا في القناه، وان شاء الله مع الحلويات ومع المملحه رمضان ان شاء الله يا ربي. الى فيديو قادم.